السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة هنصور مع بعض التسويجة اللي احنا جايبينها النهاردة التلات 30/9. هوريكم احنا جبنا ايه وبالأسعار، وهنشوف اختلاف الأسعار هنا زي عندكم ولا ايه بالظبط. معانا دلوقتي حاجات المكرونات والفاصوليا والحاجات دي. معانا هنا شكارة الملح دي، في عربية كده بتبيع ملح في السوق. الشكارة ديت ب25، فيها 6 اكياس. لو هو بنباع الكيس كده بينباع ب5. هو ده الكيس اسمه الملكة، بس ملح ناعم ونظيف. تحطي منه للأكل وتستخدميه على تنظيف الطيور وكده. معانا هنا احنا قلنا ديت ب25، فيها 6 اكياس، يعني ايه بتوفر لك كيس معاك زيادة. معانا هنا دي اكياس بتاعت التخزين، دي اللي بتاخد كيلو. دول شوية، دول ممكن يطلعوا لهم ربع كيلو. شارية ب20 جنيه. معانا هنا سلكة بتاعت المواعين، دي برضو ب20، شكلها تمنة كده. ومعانا هنا المكرونات. معانا نوع المكرونة دي حلو، انا جربته قبل كده، اسمها سلفانة. المكرونة ديت بتنباع كده بالكيس في الاسواق برضو مع البياعين وبتوع العلافة وكده. الكيس ب7.5، يعني الاتنين بال15. جبنا هنا ادي 3 من النوعية دي، المكرونة الصغيرة دي، و2 من اللي هي المكرونة دي، يعني عشان لو عملنا صينية مكرونة بشاميل وكده، و2 شعرية. وجبت 3 من المكرونة الاسباجيتي، يعني ممكن يكفوني اللهم صل على النبي، ممكن يكفوني اسبوعين 3 حسب الاستخدام. معانا هنا الفول دوت، الحبة البيضة اللي هي مش عريضة ولا صغيرة خالص، يعني وسط. الفول دوت اللي بنعمل منه نابت وكده. بنبله ونسيبه في المية لحد ما يطرى، وبعد كده بنصفيه ونلفه في فوطة ناشفة ونحطه في مصفى. بيفضل يوم و2، بعد كده بتلاقيه يطلع حتة صغيرة في حرف الفول كده زي الزلومة بتاعة الفيل. دي بتبقى اسمها الزراعة بتاعة الفول، بيبقى فول نابت. بعد كده بنعمله وبتعملي فيه رز وسلطة وكده، وبتاكله وبتعدي اليوم عادي. معانا هنا جايبة العدس دوت، ده اكتر من الربع. هو قال الربع اللهم صل على النبي ب16 او 17. قلت له اوزن بال20، يعني عمل لي ب20 و20، عمل ب40. كل كيس فيه ب20، عشان بعمل منه شوربة عدس كده، وباخد منه اعمل طبقين ازين وشهم بالبصل المتحمر وكده. معانا هنا برضو كان فضل 15 من الفلوس عند البياع، اداني بيهم مرقة دجاج من دي. في ناس بتحب تستخدمها وفي ناس بتقول ان هي مش كويسة، بس هو اداني بالباقي مرقة من دي. معانا هنا نص فول من الفول دوت اللي بندمسه، بنخمره بعد ما بنسرده ونغسله كويس. بنخمره في مية، بيبيت في المية. تاني يوم بتلاقي الحباية نفشت كده وبقت طرية. بتغير المية بتاعته وبتحط له مية مغلية، وبتسيبيه بقى يستوي على نار هادية لغاية ما يستوي. وتروحي ايه تعمليه بالشوكة كده، تهرسيه وتروحي تقسميه في اكياس على قد الفطار. او ممكن تاخدي منه شوية كده تعمليهم بطماطم، وتعملي جنبيها طبق بطاطس، يعني فول يبقى بطماطم وكده بفص ثوم وبصلايه، وتعملي طبق بتنجان ويعدي اليوم هادي. معانا هنا جبت ربع كيلو عدس بجبة، يعني دوت ممكن اقسمه على 3 مرات او 4 مرات للكشري. يعني مع مثلا كيس مكرونة من الاسباجيتا، مع كيس من دي، على شوية عدس من دول، على كوبايتين رز، ونعمل مكرونة نعمل كشري ويعدي اليوم وكده. جبت ب10 ذرة فشار. وجبت اللهم صل على النبي. معانا فاصوليا هنا برضو قال الربع ب18. جبت
قلت له اوزن بالعشرين على بعضيها، ادي بعشرين وادي 20. يعني انا جايبه الطلبات دي عشان تمشيني مثلا اسبوعين 3، بحيث ان انا لو هروح السوق يبقى على قد ان انا هشتري ايه السمك، لان هو بيجي بالاسبوع، او هشتري البتنجان، فلفل، خيار، الطماطم، الحاجات والفاكهة، الحاجات اللي هي ايه ما بتستناش كتير في التلاجة دي. لكن دي حاجات كلها نواشف هتستنى معانا عادي، ما فيهاش مشكلة. وجبت تاني اللهم صل على النبي ده ب10 بابريكا مدخنة، مش عارفة هعمل بيها ايه بس هي تبقى موجودة معانا هنا. ده ب10 كمون حب، لسه انا هعمله، هسخنه على النار واسيبه يبرد وبعدين اعمله في مطحنة الخلاط وبنحطه كده نستخدم منه. معانا هنا فلفل اسود، برضو كنت عايزة فلفل اسود حب حتى قاعد يشكل، حط شوية حاجات من اللي بيبيعها، جرفة على ورق لورا على بتاع ورد من اللي هو اللي ناشف دوت. شكل برضو الفلفل الاسود ده ب10 وده ب10، 3 دول اي كيس منهم ب10. معانا هنا الكزبرة الحب دول ب5 برضو. سخنهم واعملهم على ايه، على مطحنة الخلاط. ومعانا هنا اللهم صل على النبي دول 3 اكياس سكر ورقتين شاي برضو ده كيس كامل، الكيس 30. الكيس دوت كيلو كامل ب30. اللهم صل على النبي. ومعانا ورقتين شاي، دي الواحدة ب10، واحدة العروسة وواحدة الوردة. معانا هنا 3 جزاز زيت، الواحدة لتر ديت. سألت عليها في المحل وانا بشتري السكر قبل ما انزل السوق، قال لي ب65، بس رحت السوق لقيت واحد فرش كده على عربية او على عربية خشب كده بيفرش عليها البضاعة، قال لي ب55. جبت ال3 دول اللهم صل على النبي 165 مع 3 في 55 ادي 165 ال3. وجبت الحلاوة دي يعني حلوة، تنفع للسندوتشات في المدرسة. جبت منها 3، ال3 دول ب30، الواحدة ب10. وجبت من عند بتاع الأكياس لفة الفويل دي، هي مكتوب عليها 20 متر بس ما بتطلعش، بتطلع 5 متر. جبنا ايه من الخضار والفاكهة. معانا هنا بطاطس، البطاطس ديت ب10 في السوق. جبت 10 كيلو ممكن يكفوني اسبوعين، ممكن محتاجش منها حسب الاستهلاك. يعني احنا بنجليها ياخدوا منها برضو سندوتشات في المدرسة، وممكن نعمل منها صينية بطاطس في وسط الاسبوع او جنب الفطار برضو بنجلي منها. دول 10 كيلو 5 و5. وجبت هنا بتنجان دوت، في اسود وفي اللي هو الملون دوت، شكله حلو في المحشي. الكيلو ب10. دول 4 كيلو جبته اجلي منه، اعمل منه جنب يعني الفول، جنب اي اكله بعيش كده بنعمل طبق بتنجان بالدقه بيبقى طعمه جميل. وجبت 3 كيلو دول للمحشي. اللهم صل على النبي. وده السمك، نوع السمكية دي حلو جدا، انا جربته قبل كده. الكيلو هو قال لي الكيلو ب100، بس انا خدته منه الكيلو وربع ب100، جبت منه ال2.5 ب200. ومعانا هنا طبعا جرجير وبصل الاخضر طلع، عشان كل عام وانتم بخير، الشتاء بقى يبقى الخضار متوفر فيه. وجبت ربطة خضار عشان المحشي، الربطة دي ب5، وال2 جرجير ب5، وال2 البصل الواحدة ب5. ومعانا هنا الفلفل الشطة دوت، في ناس بتبيعه ب15 وناس بتبيعه ب10 بس مش نظيف، بيبقى اكتره متكسر وكده ونصاص. ودوت خدته من البياعة، قالت لي هو ب15 بس هديك الكيلو وربع بال15، يعني اديتهولي على 12. جبت 2 كيلو ونص بال30، ده كيلو وربع. هحطه في البرطمان
بتاع المخلل اللي هو دوت، لانه فاضي ما فيهوش الا الشرش بس اللي بخلل فيه وهو فاضي. فقلت اجيب بقى عشان اخلله كده، بنحبه جنب الاكل وكده. هنحط كيسه، هنغسله ونعمله بالسكينه، نفتحه كده ونحطه في البرطمان. ومعانا هنا الطماطم، طماطم غاليه طبعا، ب20 اهي، صغيره وجامده كده، بس مش حمرا يعني لدرجه ان هي آه في طماطم حمرا وفي طماطم بتحس ان فيها صفار، هي مش صفرا ولا حمرا، هي وسط يعني. بس ب20، كل الطماطم ب20 في السوق، واللي مش حلوة خالص ب15 وب10. ومعانا هنا جوافة، في ناس بتبيع جوافة ب25 بس حب يكون كبير شوية كده، وفي ناس بتبيع ب20. لقيت مع الراجل 3 انواع، في ب25 وب20 وب15. الصغيرة ديت بتبقى مسكرة عسل عسل كده، احسن من الكبيرة رغم ان هي كبيرة وحلوة وكده، ودي جامدة جامدة حديدة، انا بتك عليها بايدي جامدة حديد يعني، مش وحشة ولا كده. فانا جبتها كلها من الصغيره دي، بيبقى طعمها جميل ومسكره احسن من الكبيره. والبلح دوت، بلح الزغلول، طبعا كل الحاجات دي لسه هنغسلها ونحطها في الاطباق وكده ونوزعها في التلاجة. البلح دوت الكيلو ب25، وفي ناس بتبيع الكيلو ب30. وفي واحد كان طالع في الاسعار خالص بيقول لي ده الكيلو وربع ب50، مع ان كلهم قاعدين جنب بعض في السوق يعني، كل واحد بيبيع بسعر. ودي لوبيا خضراء الكيلو ب25، وفي ناس بتقول ب30، فانا جبت الكيلو ونص. هو الكيلو ونص يعتبر من سعر 25، يبقى الكيلو ونص ب37 ونص. انا خدتهم منها، قلت لها الكيلو ونص يبقى ب30، يعني سابت لي الاتنين ونص، حتى ادتني دي 3-4 كده فوق منها. ومعانا هنا ده طبق حلويات من البياع برضو بتاع الهريسة والمشبكة وكده، ده نص بتهيالي ب30. اللهم صل على النبي. والخيار برضو شايف نفسه بينباع ب20، بس الراجل ادانا دوت ب15، وهو نفس الخيار اللي بينباع ب20. وجبت كيلو ليمون، الليمون دوت كيلو ب15. وفي ناس بتبيعه ب20 الكيلو، في ناس بتبيعه ب10، بس ب10 دوت انا ما شفتوش الا بعد ما اشتريتها ب15، طبعا نفسيتي تعبت صراحه. وهنا معانا الجبنه دي اللي بتنباع في الاسواق برضو، اللي هي اللي هي دي بتبقى ناس فرشين كده بيبيعوا لانشون وجبن وحاجات من دي. الكيلو ب50، جبت 2 كيلو، 2 كيلو و100 جرام، قال لي بال105. اللهم صل على النبي. وده كيس اسمه ايه دوت، باهي دوت للغسيل. الكيس 2 كيلو ب85، وكان معاه صابونة بريحة بال15، يعني هي ادتها لي ب15. الكيس دوت 2 كيلو، انا جربته قبل كده، بس يعني هو حلو كده، بينظف الغسيل وريحته حلوه وكده. وبعدين فضل معايا 15 جنيه اجيب بيهم ايه. فالجيب بتاع البلاستيك، بيبيع بلاستيكات، اي طبق ب10، اي طبق ب10 او اي حاجه. فعجبني دوت، قلت نحط فيه خضار او فاكهه او اي حاجه في التلاجة. وفضلت ال5 محتاره بيها، فجبت المصفى دوت بال5 جنيه. فدي الاسعار بتاعتنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو. ونسيت اقول لكم دي مجرمشات بجيبها للاولاد عندي بيحبوها، ولازم اجيبها كل سوق. هي في ناس هتعترض بتقول حلوه ووحشه، بس هي كل الاطفال بيحبوها صراحه. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.